دي عربية باشمهندس رامي يا جماعة، عملت حادثة وفي فردة الشاسيه كانت متنية كده، هي عاملة كده. بس أنا مش عارف بقى فردة الشاسيه دي هترجع تاني ولا مش هترجع. ألف سلام عليك يا هندسة. شفاك الله وعافاك. عربية المهندس رامي لازم هترجع، انها هترجع. لازم هترجع بقى، ما ترجعش. بس هترجع معيوبة ولا هترجع سليمة؟ هو اللي هيقول بقى. يلا يا هندسة. طيب الحمد لله رب العالمين على كل حال، يعني بنحمد ربنا سبحانه وتعالى. احنا الحمد لله يعني ربنا نجانا بعجوبه، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني بفضل الحمد لله رضا ربنا سبحانه وتعالى، دعوات الوالده. بشكر كل الناس اللي تمنت لي الشفاء واللي دعت لنا. نيجي بقى الله يسلمك، نيجي للعربيه. النهارده انا يعني قبلت دعوه حضرتك ان انا اطلع بعربيتي الشخصيه عشان اوري الناس ان اي عربيه بيحصل فيها حادث ممكن ترجع. مش معنى ان العربيه حصل فيها حادث ان هي اتعابت. دي عربيتي الشخصيه، وفردة الشاسيه ديت اسمح لي يعني الفرده دي كانت هنا. هنرفع الصوره. الفرده هي رجعت تاني، حصل بس فيها قطع صغير مكان الثانيه، وده هيتعمل فيه لحام بسيط جدا بالماده الخاصه بنفس الكواليتي بتاع الحديد بتاع فرده الشاسيه. والفرده يعني دي مش هتاخد دهان، مخصصة للحتة دي عشان طبعا. تظبط فردة طبعا. الشاسيه. طب ده ما يعتبرش قطعيات أو لا حاجة خالص. غلط أو قانونا حتى غلط؟ ولا فيها اي مشكله. فرد الشاسيه زي ما هي بتاعه العربيه. احنا استخدمنا فيها تقنيه الرجوع على البارد. احنا ما سخناش يعني الفرده. كده. واتمنى حضرتك توضح اهو ان مفيش حرق في الشاسيه ولا اي حاجه. رجعت على البارد مفيش اي مشكله، وان شاء الله والمقاسات بقى عشان عربيه بعد كده ما تجيبش كبالن او مشكله دي- تحصل في العفشه او الزوايا. دي على المقاسات الشعر. بقى دي على الشعر مفيش كلام يعني. عشان عربيتك دي عربيتي وعربيه الناس بيتم الاهتمام بيها اكتر من عربيتي الشخصيه، لان دي امانه قدام ربنا سبحانه وتعالى. اخر نصيحه، انت عملت الحادثه ازاي عشان ننصح الناس؟ طيب انا كنت ماشي على الحمد لله رب العالمين. انا كنت ماشي على طريق السخنه وجيت أيوة. عند محطه الكهرباء في زي مطب هوا كده. كان أيوة. في تجمع ميه كبير جدا. ايوه. انا كنت ماشي على السرعه القانونيه للطريق لان كنت مثبت السرعه. انا كنت ماشي 120. اللي حصل ان انا ما عرفتش اتحكم في العربيه ولفت بيا ودخلت في الادوار. أيوة. انا بس هقول حاجه صغيره يا جماعه، لو السرعه 120 امشوا 100، والسرعه 100 امشوا 80. ما هو عشان كده بس انا هلفت النظر، مش معنى ان السرعه القانونيه هي الحد الاقصى 120 اللي انت بالظبط. تمشي 120. 120 ده الحد الاقصى حسب ظروف الجو وحسب كثافه العربيات في الطريق. انت بتحدد سرعتك بناء على العوامل المحيطه بيك. ده كلام مظبوط مليون في المية. والنقط المهمة يا جماعة، أرواحنا يعني دي أمانة من عند ربنا سبحانه وتعالى. لازم نخلي بالنا من نفسنا ونخلي بالنا من الناس. وأنا بشكر كل الناس اللي حاولت إنها تطمن عليا ومهتمية، وبشكر الباشمهندس عبد الحميد اللي ما سابنيش في الحادث، وبشكر المهندس خالد ما حدش سابني، وربنا يخليهم ليا. وهم ما شاء الله يعني هم اللي قايمين بالميكانيكا بتاعة العربية، فأنا بشكرهم وربنا يخليهم لينا يا رب. الحمد لله على سلامتك، وربنا دايما يستر طريقك. آمين يا رب. ويستر طريق الناس كلها. آمين يا رب. شكرا يا هندسه.